تلاقي نفسك اتخميت ومعدتك ترجع منفوخه. تاخد ادويه حموضه تستريح وتصحى على نفس الدوامه كل يوم، والنفس مهما استخدمت معجون اسنان او استعملت مضمضه الريحه مش راضيه تروح. استنى واسمعني في ثواني، يلا اعمل فولو ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. دي مش مجرد حموضه ولا قولون عصبي زي ما ناس كتيره بتفتكر، دي جرثومه المعده الاتش بايلوري، ودي بكتيريا عنيده وشرسه بتسقط جرم معدتك، تضعفك سنه ورا سنه من غير ما تحس. ممكن تعمل التهاب، قرح، غازات، شبع سريع، والاخطر انها لو اتثابت ممكن تعمل نزيف او اورام. ويلا بقى ركز لي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. وجرثومه المعده بتيجي من ميه او اكل ملوث، خضار او فاكهه مش مغسوله كويس، عدوى مباشره من شخص للتاني نتيجه استعمال نفس الادوات الشخصيه زي المعالق والكوبايات والاطباق. وفي شويه حاجات بتزودها وبتخليها اخطر واشرس زي المقليات، زي الاكل الدسم اللي بيرهق معدتك، الشطه والتوابل والمخللات، المشروبات الغازيه اللي تنفخ بطنك اكتر، التدخين وده عدو المعده الاول، يضعف جدار المعده ويرهق الحاله، القهوه وخصوصا على معده فاضيه تزود الحمض وتدي فرصه للجرثومه تشتغل وتنشط اكتر، التوتر والضغط العصبي والنوم القليل. خليني احكي لك عن حالات بتتكرر لي كل يوم، اكتب لي في الكومنتات لو لقيت نفسك واحد منهم. واحد بعد بيقول لي بقالي 6 شهور كل ما اكل اتخنق، اجرب دواء ورا دواء والراحه يومين وارجع اسوأ من الاول، هو انا كده عندي ايه؟ واحده بتشتكي بتقول انا مش قادر اكل لقمتين على بعض وبقوم شوعانه وبطني منفوخه كاني واكله وليمه، تعبت ومفيش حاجه جايبه نتيجه ومريحه معدتي، هو ده يكون ايه؟ ست كبيره بتقول لي كل ما ازعل او اتوتر بطني بتولع نار، ساعات اصحى من النوم على وجع غريب واقول يمكن عصب في ظهري، هو ليه الالم ده مش بيروح؟ والحقيقه ان كل الحالات دي طلع عندها جرثومه معده، عملوا التحاليل وسمعوا الكلام ومشوا على النصايح واستعملوا العلاج ودلوقتي هم احسن. والنصايح دي مش كماليات، ده جزء من العلاج، من غيرها مفيش نتيجه، كانك بترمي فلوسك على الارض. امنع التدخين، امنع القهوه على المعده فاضيه، امنع الشطه والتوابل، امنع الاكل المقلي والدهني، ما تاخدش مسكنات من دماغك، ما تاكلش وتنام بعدها على طول، وقسم اكلك ل5 وجبات صغيره بدل 2 كبار. نام بدري واصحى بدري، كل وانت قاعد مرتاح ما تستعجلش. كل اكل صحي ومفيد زي المسلوق والمشوي، او كل خضار سوتيه او فاكهه مغسوله كويس. زبادي وعسل ابيض ولبن رايب بيحسنوا بيئه المعده. ممكن مشروبات زي اليانسون والنعناع والكومايل والزنجبيل، وبلاش مشروبات غازيه ومشروبات طاقه. خد بالك ده روتين جديد، لو عايز معدتك تهدى لازم حياتك كلها تتظبط. طب ايه اللي يحصل لو طنشت جرثومه المعده وقلت مش فارقه؟ هقول لك اسمعني. القرح اللي كانت صغيره تبدا تكبر وتنزف، ممكن تلاقي نفسك بترجع دم، الانيميا تضربك، تبقى مرهق ومصفر، وفي اخطر الحالات ممكن يحصل ثقب في المعده، ودي حاله طوارئ تدخل بيها المستشفى فورا. يعني جرثومه المعده دي مش وجع بسيط، دي حاله لو اتثابت ممكن تعمل كارثه صحيه مرعبه. العلاج مش دواء بس، ده التزام بنظام كامل، اكل وشرب وعادات، وصدقني ده طوق النجاه لحياتك. اكتب لي في الكومنتات لو عايز تعرف التحاليل والادويه اللي بتحتاجها في تشخيص وعلاج جرثومه المعده. تابع روشته حياه وخد معلوماتك ونصايحك مع صيدلي نزوم دكتور محمود مسعد. اعمل فولو ولايك وشير للفيديو، يمكن تنقذ حد بتحبه. شكرا.